أفادت شبكة برنابيو ديجيتال بأن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز لديها نظرة واضحة فيما يخص سوق الانتقالات، حيث لن تكون هناك تعاقدات جديدة، ولكن قد تحدث مفاجأة في الساعات القادمة. وذكرت الشبكة بأن اليوم سيكون اليوم الحاسم بالنسبة لريال مدريد للتوقيع أو عدم التوقيع مع المهاجم الذي طال انتظاره والذي كان يبحث عنه لفترة طويلة. وسيكون هناك مجال للمناورة، خاصة وأن فينيسيوس جونيور لن يلعب أول مباراتين من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وهو ما قد يكون له بالغ الأهمية لمستقبل ريال مدريد في المسابقة المفضلة. ويستعد البرازيلي رودريغو غوس لاعب ريال مدريد لقيادة هجوم الفريق الأبيض بعد غياب فينيسيوس، ويخطط كارلو أنشيلوتي لاستخدام رودريغو في الجناح الأيسر، وكان هذا المركز هو المفضل للاعب البرازيلي، ولكن وجود فينيسيوس أجبره على التعود على مركز آخر. إلى ذلك كتبت صحيفة آسي الإسبانية حول مركز المهاجم لتعويض بنزيما في الفترة القادمة. وقالت صحيفة الآس: في ظل غياب فينيسيوس يمكننا أن نرى إبراهيم دياز يحصل على المزيد من الدقائق مع المرينجي، فهل يتألق رودريغو ودياز في خطة كارلو أنشيلوتي، أم أن الفرصة ستكون لخوسيلو الذي صنع آخر هدف لريال مدريد أمام سيلتا فيغو؟